السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة البسكويت رولي. هذه راح نستعملها في قياس 30 على 40، وتجي خفيفة وهشيشة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. عندي 9 بيضات، نديرهم يتخلطوا مع بعضهم لمدة 30 ثانية حتى يعني يتخلط المزيج تاعنا. هنا عندنا 300 سكر، 300 جرام سكر، ومعاهم غرفة فاني. نطلقوهم على فيتاس أقصى فيتاس، نخليها تتخلط لمدة 30 ثانية. نكمل الوصفة تاعنا. وهنا عندي 300 جرام فارينة مغربلة، معها كيس خميرة كيميائية. نديرو الخليط تاعنا يتخلط لمدة حوالي 30 ثانية إلى دقيقة كاملة باش يروحو حبيبات الفارينة. وهنا نضيفو حوالي 35 جرام إلى 40 جرام من الميكسو، يعني من مستحلب الحلويات، تلقاو متواجد عند بيع على وزن الحلويات. بالنسبة للماكينات في البيت اللي يخدموا كيما نقولوا لدارهم برك يشتروا غير باطة تاع 40 ألف، هذيك يديرلك حوالي 10 حتى ل15 مرة. هنا ندير الخليط تاعنا يتخلط، نستناو يتضاعف. الخليط تاعنا يولي أبيض كيما راه موضح في الفيديو. هنا نجيب لابوش تاعي، الكيس الحلواني اللي خاص بالبسكوي. انا نستعمل كيس، ما نستعملش دريساج تاع سباتيلا. ندير كيما هكا ونديرو في البلاطو مع استعمال ورق الطهي. الكمية هذه تخرج لنا 3 ورقات بسكوي رولي من 30 على 40، يعني قياس 30 على 40. يعني وصفة ما شاء الله اقتصادية وخفيفة. واكيد قبل ما نبداو نخدمو نكونو شعلنا الفرن تاعنا على درجة 180 درجة مئوية. مدة الطهي تختلف بين كل فور وكيفاه. انا عندي فور فونتيلي تحتاج مني حوالي 7 الى 8 دقائق برك، ما تحتاجش بزاف. انا هنا درت على 160 درجة لانه البعض يتحرق لها من تحت، حاولت ندير على 160 درجة. انا الفرن تاعي بروفيسيونيل، سما يخرج لي اي حاجة نحبها هنايا. ووصفة ما شاء الله، وصفة ما شاء الله. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك على القناة، وشكرا.